السلام عليكم، مرحبا بكم اليوم معايا. اليوم نهار جديد وفيديو جديد كما تشوفوا ان شاء الله. يلقاكم في احسن الاحوال يا ربي. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم هاد الوصفه. هذه وصفه تونسيه 100%. المهم انا تنجيبكم ديما الوصفات التونسيه بما انني كنت عشت تما مده طويله، وعندي يعني فكره على المطبخ ديالهم وتيعجبني، والحاجه اللي تتعجبني تنبغي نشاركها معكم. علاش لا؟ بقاو معايا حتى لاخر الفيديو باش تعرفوا الطريقه ويعني التفاصيل ديال الطبخ ديال هاد الوصفه. هذه وصفه تيقولوا لها البنادق، يعني تجي بالكفته. عندي هنا واحد الكميه ديال الكفته، عندي هنايا تقريبا كيلو ناقصو شويه. وعندي بالنسبه للعطريه كما تشوفوا عندي التحميره، عندي القزبر اليابس، عندي الهريسه، عندي الثومه، عندي شويه ديال الخرقوم، وعندي شويه ديال النعناع اليابس ومليحه والنافعه حبه حلاوه هذيك، يعني حب هكاك صحيح تجي واحد المطعم فيه زوين بزاف، وشويه ديال البزار حتى هو. المهم تنخلط كلشي هكا مع بعضياتو، تنخليها واحد شويه ديال الهريسه وداك السنينات ديال الثومه اللي تتشوفوا هذيك غادي تشوفوني فين نحطهم من بعد. تنعرك المهم داك اللحم ديالي مزيان، يعني نعركو بيديا كما تتشوفوا. ما عرفتش كيفاش نشرحها لكم. بحال هكا تنعجنو مزيان باش يدخل فيه داك التوابل كما تتشوفوا هكا. يعني طريقه سهله بزاف وتجي زوينه، وهذه بالنسبه لهم هما تيديروها بحال هكا. الناس ديال اللي تيمشيو للحج ولا العمره تيديوها معاهم، يعني تتصبر بحال الشكل تقريبا ديال الخليع ديالنا حنا. انا ان شاء الله غادي نصيفطها لبنتي وقلت نشاركها معكم، علاش لا. المهم بعد ما عركتها هكا ودخلت فيها داك العطريه اللي درت، خديتها هكايا تنكورها كويرات، يعني كويرات كما بغيتو نتوما، كبار صغار، عند داكشي تيبقى لكم نتوما. غنكورهم هكا كاملين ونرجع معكم باش ما يطولش الفيديو. تندير بيدي بشويه الماء هكا باش تيجيو هكاك ليس، متيبقاوش هكاك حارشين. صافي هكا تنكورهم كويرات ديالي. بعد ما كورتهم كما تشوفوا على الطريقه هنا، كما تشوفوا شويه الهريسه وداك 3 ديال الدروس ديال الثومه على حسب الكميه اللي عندي، وشويه ديال النعناع. النعناع ناشف، يعني يبسه، يعني النعناع ناشف هكاك وحكيته بين يديا. هنا في طنجره تناخذ واحد الكميه ديال الماء، يعني خديت انا هذا الفنجان هذا، يعني على حسب الكميه اللي عندي عامر بالماء، وندير نفس القياس بالزيت. الزيت هنا الزيت البلديه، بما اننا غنخليوه في الزيت وغيبقى يعني يصبر لينا واحد المده، يعني تنديروا الزيت البلديه احسن. درت داك شويه الهريسه مع شويه ديال هذاك النعناع كما قلت لكم، ومع داك الدريسه ديال الثومه، وزدت شويه ديال حبه حلاوه حتى هي زدتها، وشويه الملحه، يعني الملحه على حسب يعني عينكم ميزانكم. انا ما درتهاش قدامكم. من بعد ما غلى الماء، وهذاك الماء مع الزيت تيغلي، عاد تنهبطوا فيه داك الكويرات ديال اللحم ديالنا، تنهبطوهم هكا، يعني ما تنديروهمش الماء مازال بارد، تنهبطوهم وتنخليهم يطيب في داك الماء مع الزيت مع داك شويه ديال العطريه اللي درت. صافي تيبقى هكا يطيب، يعني تنحطوهم كلهم، ما تخافوش، يعني راه من بعد ملي غادي يغلي غادي تجمعوا شويه اللحم، شويه تعرفوا غيكش، يعني الليدام ديالو غيتحيد ويبقى على اللحم، وغادي يتغطى عليهم داك الزيت. صافي حطيتهم هكا في الطنجره كلهم وخليتهم يغليو. لا يعني نقصت عليهم النار ماشي قويه، وغطيت عليهم وخليتهم تطابوا مزيان حتى تيمشي داك الماء تيتحيد تيتبخر، تيبقى على الزيت، تيوقفوا على زيتهم حيت هما غيبقاو في الزيت ديالهم. هما كما تشوفوا هكا بداو يغليو عفوا. هنا بعد ما صافي وجدوا، انا دابا عريت عليهم، هو بقى على الإدام كما تشوفوا، الإدام بوحدو اللي بقى، الماء تحيد. هنا صافي راه وجدوا معنا طابوا، تيجيو على هذا الشكل كما تشوفوا، هو الإدام ديالهم. صافي هذه هي الطريقه ديال البنادق.
يعني تنديرهم في اي حاجه تيكونوا عندنا هكا، تنديروا عليهم البيض، تنديروه مع اللوبيا، تنديروه مع هكا بحال البيض ومطيشه. تناكلوهم حتى هكاك، يعني في لي بات، في الكغاطا، في اي حاجه بغيتو ديروهم يعني بحال، يعني بحال هكا، يعني تديروهم يعني احتياط. صافي بما انني انا قلت لكم غنصيفطهم، يعني غنمشيو يعني في المركوب، ما نقدرش ندير قرعه دجاج، درت هذه ديال البلاستيك، خليته برد شويه باش ما يدارش يعني سخون في البلاستيك، وعمرتها هكا وسديت عليها وحتى نصيفطها ان شاء الله. نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو ديالي ينال اعجابكم، وتبارطاجيوه مع الاهل والاصدقاء، وما تنسونيش بلي كومونتير ديالكم زوينه. ولاول مره تدخل لاشين ديالي، مرحبا الف مرحبا، يدعمني وتابونا معايا، وتا هو يبارطاجي مع الاهل والاصدقاء، وما تنساوش لي جيم، وفضلا وليس امرا. وشكرا للناس اللي وصلوا معايا لهنا، والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله. هذا هو سميتو البندقات ديالي بعد ما وجدوا هكا كما تشوفوا. انا عمرت القريعه وحطيت شويه هكا معكم في هذا التفصيل باش تشوفوه. انا حليت وحده تيجيو طريين وداد، يعني واحد المذاق رائع. والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله. شكرا لكم مره ثانيه.